ونشوفه وان شاء الله يعجبكم. بصوا يا حبايبي، العجينه اختمرت اهي وبقت حلوه زي الفل. رحت جايباها واخليها متغطيه برده، وباخد من جنبها كده اهو كوره واكورها وافتحها كده من النص زي ما انتوا عارفين، واروح حاطه فيها قطعه من العجوه. طبعا العجوه لما بقينا كيلو والعجوه نص كيلو بتبقى كانك عامله كيلو ونص عجين، بيملي معاكي صاج ونص او اكتر شويه. ورحت مبططه الكوره اللي انا حطيت فيها حته العجوه ورحت حطها كده على الصاج. طبعا انا بحط ورق زبده، انتوا ما تحطوش ورق زبده، انا بحط ورق زبده عشان الصاجات بتاعتي قديمه، لكن بغسلها وكل حاجه ونضفها، بس برضو بحب احط لها ورق الزبده. ليه؟ لان هي قديمه. فانتوا تبططوها وتحطوها على الصاج من غير ورق زبده عادي جدا، بس بتبقى جميله جدا وبتعمل لكم كميه حلوه ووفيره ان شاء الله. طبعا تنفعكم في فطار الولاد، في بالليل عايز حد يشرب حاجه مع فطيره بتاع